لو عندك آلام بإيدك أو صعوبة في التحكم في إيدك أو شكشكة أو تنميل، تابعيني، الفيديو ده هيفيدك إن شاء الله. مبدئيا لما بيجي المريض عنده آلام في إيده أو صعوبة في التحكم في إيده لازم نفرق بين سبب الألم. هل هو المفاصل اللي في الصوابع أو مفصل الرزق، ولا الأوتار، ولا الأعصاب، ولا العضلات؟ لو الألم في المفاصل معايا مثلا تورم أو تيبس صباحي، هنا بنبدأ إن احنا نشك في الأمراض المفصلية المناعية زي الروماتويد، دي لازم نستبعدها بالتحاليل وبالكشف الإكلينيكي. لو المشكلة في الأوتار بيكون عندنا مشاكل زي الإصبع المعلق أو التهاب في وتر الإصبع الإبهام، دي بحل بسيط جدا ممكن الحقن المشكلة بتحل بصورة سريعة جدا. لو السبب الأعصاب بيكون مصاحب لآلام الإيد، شكشكة وتنميل ووخز وآلام أثناء النوم بتكون مزعجة للمريض، هنا بيجي دور فحص رسم العصب وتخطيط العضلات عشان نقدر نميز هل ده التهاب في الأعصاب الطرفية بسبب مرض مزمن مصاحب زي السكر أو الغدة الدرقية، ولا هو اختناق في العصب. هنا الفحص ده بيميز فين مكان الاختناق، هل هو عند الرزغ ودي اللي بيطلق عليها متلازمة النفق الرزغي، ولا عند مفصل الكوع، ولا عند الفقرات العنقية، وساعتها بنقدر نوجه المريض للعلاج الأمثل. ودمتم سالمين.